صلاح مسلم أحمد، سمير مسلم أحمد، منجح مسلم أحمد، ياسمين مسلم أحمد، وليسا زاهر، هناء مسلم أحمد. خد كرسي المتهمة وليسا، خد كرسي مكانها بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. منطوق القرار في الجناية رقم 1613 لسنة 2021 جنايات صون الهجر، والمقيدة برقم 206 لسنة 2021 كل شمال الزقازيق، ضد المتهمين صلاح مسلم أحمد مسلم، سمير مسلم أحمد مسلم، منجا مسلم أحمد مسلم، ياسمين مسلم أحمد مسلم، وليسا زاهر محمد زاهر، هناء مسلم أحمد مسلم، لأنهم في يوم 15/10/2017 بدائرة مركز شرطة كاكوس محافظة الشرقية المتهمين من الأول إلى الخامسة قتلوا المجني عليه والده المسلم أحمد مسلم خطأ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، بأن أعدت المتهمات الرابعة والخامسة عقار طبي لإفقاده الوعي وقدمتاه للأول، ومكث المتهمين من الأول إلى الثالثة بالمسكن حتى فقد المجني عليه وعيه إثر قيامه بإعطائهم ذلك العصير، فخرج قواه وتمكن الأول والثاني منه حال كونهما أبناء المجني عليه المتوفي إلى رحمة الله تعالى، وطوقا عنقه بغطاء رأس نسائي وكتم أنفاسه بوسادة، ثم كان له الأول عدة ضربات باستخدام أداة يد هون استقرت بالخصيتين بالمجني عليه، فأحدثوا به الإصابات المبينة للتحقيقات والتي أودت بحياته، قاصدين بذلك قتله حسبما أقر الأول والثاني اعترافا بالتحقيقات. المتهمة السادسة اشتركت بطريق الاتفاق والتحريم مع سائر المتهمين على ذلك الفعل، فوقعت الجريمة بناء على ذلك النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. أحرزوا سلاح أبيض بدون مسبب قانوني، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمقتضى نص المواد الواردة بأمر الإحالة هذا، وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها تفصيلا عن بصر وبصيرة. والثابت منها أن المتهمين الأول والثاني أبناء المتوفي إلى رحمة الله، وعلى إثر علمهما من المتهمة الثالثة شقيقتهم من قيام والدهم المبني عليه من معاشرة ومواقعة نجلته المتهمة السادسة هناء مسلم أحمد كرها عنها لفترة زمنية ولمرات عديدة وفي أماكن متعددة، فاتفق المتهمين فيما بينهم وعقدوا العزم على التخلص من المبني عليه والدهم، وأعدوا لذلك عقارا طبيا منوم لإفقاده الوعي، ونفاذا لذلك الاتفاق تم إعطائه العقار حتى فقد الوعي. وعلى إثر ذلك قام المتهمين الأول والثاني أبنائه وأمسك كل منهما بطرف غطاء رأس خاص بإحدى المتهمات، وقام بوضعه حول عنقه، وقام بالجذب كل منهما من الطرفين لكتم أنفاسه، ثم قام بوضع وسادة على وجهه. ولما لم يتأكد من وفاته احضر أداة يد هون، وكان له المتهمين عدة ضربات بلا شفقة ولا رحمة، وهو والدهم بمنطقة الخصيتين، فأحدث ما به من إصابات واردة بتقليل الصفة التشريحية والتي أودت بحياته،
وقد تأيد ذلك بإقرار واعتراف المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات تفصيلا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وتأيد ذلك بما ورد بتحريات المباحث والتي أكدت صحة الواقعة، وما ورد بتقدير الصفة التشريحية واطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها جميعا وبناء عليه. وبعد مطالعة المادة 381 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها إرسال أوراق الدعوة لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهمين الأول والثاني فقط، مع استمرار حبس جميع المتهمين لتلك الجلسة. محمد أحمد، محمد أحمد عطية منطوق الحكم في القضية رقم 1010 لسنة 2021 جنايات اسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 72 لسنة 2021 كل جنوب الزقازيق، ضد المتهم الماسك محمد أحمد عطية لأنه في يوم 16/1/2021 بدائرة قسم ثاني الزقازيق محافظة الشرقية أحرز له مخدرا حشيش بقصد التجار في المواد في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد الواردة بأمر الإحالة. وبعد أن محصت المحكمة الدعوة عن بصر وبصيرة ويقين لا شك فيه، وقد اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم تلك الواقعة. وبعد مطالعة المادتين 304 فقرة 2 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 على 1 و2 و38 فقرة 1 و42 فقرة 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون. حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد أحمد عطية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 50,000 جنيه عما أرسل إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المخدر المطلوب.